بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بسجل لكم فيديو على الطريق الدائري. هنشوف المنطقة من المنيب لحد المريوطية. طبعا انا عملت فيديو قبل كده عن الإزالة اللي كانت بتحصل وكان لسه شغالين في الطريق، لكن الإزالة خلاص خلصت. كل العمارات اللي كانت بتتهد على جنب الطريق خلاص اتهدت، ونسبة كبيرة من الشغل تم. وبصينا على اليمين، انا مش عارف هي هتظهر معاكم ولا لا، لكن خلاص كده العمارات خلاص اللي اتهد، وهتشوفوا في اجزاء من العمارات اتهد منها اوضه واتنين، فهتلاقوا باقي الشقق باين من جوه يعني، او خلاص يعني هي مش مستخدمه يعني. لكن على اليمين هنلاقي المساحات اللي هي التوسعه، حارتين او ثلاثه على حسب المكان اللي بيحصل فيه توسعه. انا هحاول اقرب لكم برضه. بصوا يا جماعه اهوت، ده شغل تم يعني. موضوع بقى رصف وحاجات من دي في الفينش يعني او لسه قدامها شويه، لكن مساحه كبيره جدا بقت على جنب الطريق سواء يمين او شمال. في الجنب التاني حاجات لسه بتتهد برضه واماكن بتتوسع، لكن اللي هو تحديد الطريق يعني خلاص الجناب اللي اتهد فيها اجزاء اتحدد الطريق وبادئين فيه او اشتغلوا فيه شغل الجوانب، السند، الخرسانات، حائط السنده، والشغل اللي هو الخرسانات بقى تحت الطريق يعني. طبعا الطريق الدائري كلنا عارفين ان هو اعلى من منسوب الارض اللي حواليه. في اجزاء بيوصل فيها 6 متر وفي اجزاء 4 متر، وعلى طول الطريق يمكن 2-3 متر على حسب بقى. فلازم بيكون تحت الاماكن التوسعه دي بيتعمل اساسات وبيرفعوها وبتحط حاجه اسمها احلال اللي هو الرمل يعني، حاجات كده شغل انشاءات يعني. لكن لما نبص مع بعض انا هاخد يميني خالص عشان نشوف برضو اهوت. شايفين يا جماعه التوسعه؟ طيب شوفوا بقى الجزء اللي خلص. بصوا يا جماعه انا هنا في الطريق القديم اهوت. بص انا هروح للطريق الجديد او التوسعه اللي حصلت. بصوا يا جماعه قد ايه مساحه كبيره بصراحه يعني. هنا زايد يمكن 3 حارات، وكان في 4 قديم يعني الطريق تقريبا 7 حارات او ممكن يتقسم 8 حارات كمان. مسافه كبيره جدا وعرض كبير جدا. اللي حصل هنا هيحصل هناك يعني، اللي حصل هنا هيحصل في الاتجاه التاني. انا وصلت من المنيب للمريوطية في قد ايه؟ نقول 3 دقايق تقريبا يعني، 3 دقايق. الايام العادية انا طبعا النهارده الجمعة والدنيا يعني هادية شوية، لكن في الايام العادية يا جماعة الطريق بيكون ازحم من كده بكتير. كده انا وصلت خلاص، دي نزلة المريوطية اهوت، لكن انا مكمل وهنشوف على الخريطة شرح المسافة دي بقت عاملة ازاي. طبعا اللي احنا عديناه في 3 دقايق ده كان حاجة صعبة جدا، وكانت الحتة دي بالذات بتكون زحمة وضيقة، لان كمان الميكروباصات بتقف على جنب الطريق عشان تنزل الناس. في كثافة عالية قوي جدا في المنطقة بتاع العمرانية والمنيب، فالميكروباصات بتقف وكده. انا خلاص كده طلعت على وصلة المريوطية. شغل كبير تم خلاك ما تحسش بالطريق، انت عديته في يعني في دقيقتين، لكن ملايين اتصرفت في الاجزاء دي، وساعات وجهد وعرق وتعب ناس كتير تم في الجزء اللي احنا شفناه. نشوف مع بعض شرح الخريطة هيوضح لنا اكتر الجزء اللي احنا عدينا عليه. زي ما تعودنا مع بعض في الفيديوهات اللي فاتت ان احنا بنشرح على الخريطة في النهاية كده في الجزء التاني من الفيديو، بنشرح على الخريطة المسار اللي اتحركنا عليه. لو جينا نبص على خريطة القاهرة الكبرى هنلاقي الدائرة الكبيرة جدا دي هي الدائري الإقليمي حوالين القاهرة الكبرى، وفي عندنا طبعا الدائري الأوسطي برضو احنا عملنا فيديو عليه والطريق شغال خلاص، وبيبدأ من هنا بعد مدينة العبور وبيعدي كده، وبيعدي من مدينة 6 أكتوبر لحد ما يوصل تقاطع مع
طريق محور الضبعة. لكن ده مش موضوعنا النهاردة. احنا النهاردة موضوعنا هو الطريق الدائري اللي هو ده يا جماعة. انا اسف لو رسم الخط مش مظبوط يعني، بس هو ده المسار تقريبا. ده الدائري حوالين القاهرة الكبرى. هو دلوقتي مش حواليها قوي لان هو بيعدي في اجزاء، مثلا في الجيزة بيعدي قاسم المناطق السكنية، في مناطق زي اللي عند بشتيل وعند ومبابة والاجزاء دي. لكن بصفة عامة الدائري محور حيوي جدا ومهم جدا للقاهرة يعني. وعشان كده شغل التوسعة اللي شغال كان موضوع يعني مهم، وهيأثر على ناس كتير، ملايين هيتأثروا بالتوسعة اللي بتحصل دي. احنا عملنا فيديوهات عن التوسعة في اماكن كذا مكان وكذا جزء، وراجعوا الفيديوهات على القناة هتشوفوها. لكن انا النهاردة لما اتحركت على المسار ده الدائري، يعتبر الدائري الغربي او القوس الغربي. والقوس الغربي ده بيبدأ من منطقة المنيب في الجزء ده كده، وبينتهي طبعا هو بيلف بيوصل لحد منطقة الوراق. لكن انا الفيديو بتاعي هينتهي عند وصلة المريطية. هي اسمها وصلة المريطية لان يعني البداية من الجزء ده كده اهوت. الجزء ده معمول اعلى ترعة المريوطية، فبنسميه وصلة المريوطية. هو بيربط القوس اللي تحت الجنوبي ده بالقوس الشمالي، ويعتبر يعني هي وصلة مهمة جدا يعني. لكن احنا اتحركنا من المنيب لحد وصلة المريوطية بالشكل ده. لو قربنا شوية، انا بالظبط بدأت الفيديو بتاعي بعد المنيب بحاجة بسيطة في الجزء ده تقريبا. انا هلغي بس حركة المرور. ايوه يا جماعة كده تمام. انا بدأت الفيديو من هنا كده بالظبط. نسيت اشاور لكم حتى ان في الدخلة دي هي دخلة محور ترعة الزمر او محور الفريق كمال عامر، وده الاسم الجديد لمحور ترعة الزمر، اللي ان شاء الله بمجرد ما يشتغل هعمل لكم فيديو تفصيلي عنه من اوله لاخره، اوضح لكم المخارج والمنازل والمطالع اللي عليه. لكن احنا بصدد دلوقتي او بنتكلم عن الطريق الدائري. الجزء ده يا جماعة احنا بدأنا من هنا، مشينا كده لحد ما وصلنا عند وصلة المريوطية، وتحديدا الجزء ده بالظبط من هنا. الجزء ده انا خدته طبعا في 3 دقايق. طبعا انا يعني وقفت لحد الجزء ده وبدأنا من هنا كده. بيعدي طبعا المنطقة دي منطقة العمرانية، ودي منطقة تعتبر الطلبية هرم، وفي الجزء ده اسمها الكنيسة، وهنا منطقة المنيب، وهنا منطقة المريوطية في الهرم. طبعا اللي جاي من اتجاه المعادي ومعدي كورنيش النيل، اللي جاي من اتجاه التجمع والمعادي والكلام ده، لازم بيعدي على الجزئية دي عشان يطلع على محور او على وصلة المريوطية، او بيكون مكمل رايح في اتجاه شارع الهرم، لان برضو الوصلة دي بتوصل لحد شارع الهرم او المنصورية. ده ببساطة يا جماعة المسار بتاعنا شفناه مع بعض. ياريت يكون واضح، واشكركم ومع السلامة.